وحشتوني. من أول ما الإنسان بيتولد بيكون أبوه وأمه هما السند والأمان، هما اللي سهروا عليه وشالوه وهو صغير وصبروا على تعبه ومرضه وضحوا بوقتهم وفلوسهم وراحتهم عشان يشوفوه في أحسن حال. وفي أهالي بتدينا عكس ده، بتدينا قسوة وجحود، ولكن ده مش ذنبنا أبدا. ولكن مع مرور الزمن بتتقلب الأدوار، والأب اللي كان قوي بيبدأ يضعف، الأم اللي كانت شايلة البيت كله على كتفها ممكن تبقى محتاجة حد يساعدها في أبسط أمورها. وهنا بيظهر السؤال المهم: هل نعاملهم بنفس الرحمة اللي عملونا بيها، ولا نعاملهم بنفس القسوة اللي عملونا بيها، ولا هنشوفهم عبء على حياتنا؟ العلاقة بين الأبناء والآباء بعد كبر السن من أصعب وأجمل العلاقات في نفس الوقت، لأنها بتختبر أخلاق الإنسان وصبره وإنسانيته ووفائه. كتير من الأبناء بيستغربوا لما يلاقوا أبوهم وأمهم بقوا عصبيين، أو بينسوا، أو بيكرروا نفس الكلام، أو بيعترضوا على كل حاجة بتعملها. لكن الحقيقة إن ده ليه أسباب نفسية وجسدية. لما الإنسان بيكبر السمع بيضعف، النظر بيقل، الحركة بتبقى أبطأ، الذاكرة ممكن تضعف، الأمراض المزمنة بتزيد. كل ده بيأثر على حالته النفسية وعلى تصرفاته معاك. والأب أو الأم ممكن يحس إن هم بدأوا يفقدوا دورهم في الحياة، خصوصا بعد ما يقعدوا في سن التقاعد. ده بيبقى صعب جدا. فجأة الإنسان هيحس إن هو فارغ ملوش لازمة وما بيعملش حاجة. كل ده هيخليهم يحسوا إن هم تقال في حياتكم. هيحسوا بإيه؟ هيحسوا إن محدش محتاجهم، إن رأيهم ما بقالوش قيمة، إن البيت والولاد اللي كانت مليانة اتغيرت، إن الزمن بقى مختلف عن اللي عاشوه. وده ممكن يخليهم أكثر حساسية وعصبية في الحياة. طب ليه ساعات الأب أو الأم بيبقوا على غلط ويقاوحوا معانا؟ كل إنسان معرض للغلط مهما كان سنه. ممكن يغلط لأنه متأثر بأبعاد قديمة، معلوماته قديمة، شايف الدنيا من منظور مختلف انت مش شايفه، تعبان نفسيا أو صحيا وانت مش حاسس بيه، خايف يفقد سيطرته على اللي حواليه. الغلط هنا مش معناه انهم فقدوا قيمتهم، لكن معناه ان هم بشر محتاجين رحمة مننا. طيب هل نطيعهم في كل حاجة بيقولوها ونوافق على كل حاجة؟ لا طبعا. احترامهم، احترم والدينك شيء، وانك توافق على كل تصرف بيعملوه دي حاجة تانية. ممكن تختلف مع ابوك وامك، ولكن ما تزعقش، ما تجرحش، ما تعايرش، ما تقللش منهم قدام حد. النصيحة تكون بلطف. في فرق كبير بين ان انت تقول انت غلط وما بتفهمش، وبين انا شايف ان ممكن يكون في رأي تاني، ايه رأيك نجربه؟ الاسلوب اوقات بيكون اهم من الكلام نفسه، حتى لو خرجونا عن شعورنا. طب ايه هي الاخطاء اللي بنقع فيها مع اهالينا؟ رقم 1: رفع الصوت. اكتر حاجة بتوجع الاب والام ان ابنهم يعلوا صوتهم بعد ما شحط كبير. رقم 2: السخرية منهم، زي ما نقعد نضحك عليهم وهم بيتحركوا ببطء او نهملهم. الإهمال، إن ما نسألش عليهم إلا وقت الحاجة، ده بيحسسهم بإحساس وحش قوي. رقم 4: إن هم يحسوا إن هم بقوا عبء علينا لما يحسوا إن وجودهم تقيل على ولادهم. رقم 5: المعاملة الجافة. بعض الأبناء بقى كلامهم كله أوامر أو ردود مختصرة، وده بيكسر قلب أبوه أو أمه. طب ليه الولاد بيتغيروا بعد ما يتجوزوا أو ينجحوا؟ الحياة بتشغل الإنسان، الشغل، الجواز، الأولاد، المسؤوليات، لكن الانشغال عمره ما كان مبرر لنسيان أبوك أو أمك. الأب والأم مش محتاجين فلوس قد ما هم محتاجين كلمة حلوة، زيارة، حضن جميل، مكالمة، اهتمام. احتياجات الآباء في السن الكبير بتكبر معانا، والناس فاكرة إن هم محتاجين علاج وبس. لا أبدا، هم بيبقوا محتاجين حد يسمعهم، حد يقدر رأيهم، يحسوا إن هم لسه مهمين ليك، يحس إن لسه ليهم قيمة، ويحسوا بالأمان معانا.
أوقات إنك تقعد معاهم نص ساعة أو يوم كامل تساوي الدنيا وما فيها، لأن فقدانهم بدون مقدمات بيكون أصعب جدا. طب الأب أو الأم ظلموا ولادهم قبل كده أو كانوا صعبين في حياتهم، دي من المواقف الصعبة جدا علينا. ممكن يكون كان في أب شديد، أم كانت قاسية، وده ممكن يسيب جرح كبير قوي جوانا. حتى لو الإنسان مش قادر ينسى، يقدر يمنع نفسه من الإساءة. ممكن تحط حدود صحية للعلاقة، لكن بدون إهانة أو انتقام أو عقوق لأمك أو أبوك. الصح مش إن أنت تنكر الألم، إن أنت ما تسمحش للألم إن هو يقلل من تصرفاتك. طب أتعامل معاهم إزاي لو أنا على خلاف معاهم؟ قوليلي أعمل إيه؟ اسكت. وقت الغضب اسكت. اختار وقت مناسب للكلام. اسمعهم قبل ما تتكلم. ما تستخدمش ألفاظ جارحة لأبوك وأمك، وافتكر إن هم كبار في السن وليهم حق عليك. أوقات إنك تكسب الموقف أهم بكتير من إن أنت تكسب النقاش معاهم. البر عمره ما كان فلوس. ناس كتير فاكرة إن البر يعني تصرف على أهلك، ولكن البر الحقيقي في الاحترام والرحمة والصبر والدعاء وسؤال واحتواء، وإن أنت تدخل الفرحة على قلبهم. طب هل ده بيبقى له أثر نفسي على الأب والأم؟ لما الأب والأم بيحسوا إن ولادهم بيحبوهم، صحتهم النفسية بتتحسن، إحساسهم بالأمان بيزيد في الحياة، الاكتئاب بتاعهم ممكن يقل، إحساسهم بقيمة الحياة بتزيد بعد ما البساط بدأ يتسحب ما بين تحتيهم. لكن الإهمال ممكن يخليهم يعيشوا حزن وقهر شديد حتى لو كانوا وسط الناس. طيب هنتعلم ايه من اهالينا او اتعلمنا ايه من اهالينا؟ حتى لو اختلفنا معاهم فهم علمونا الصبر والكفاح، واول ناس فتحنا عينينا عليهم علمونا تحمل المسؤولية، وعلمونا يعني ايه أسرة ويعني ايه تضحية حتى لو هم وحشين. اكيد انت اتعلمت حاجة صغيرة منهم، ولولا تعبهم ده احنا ما وصلناش للي احنا فيه. رسالة لكل ابن او بنت، لو ابوك وامك لسه عايشين اقعد معاهم، اسمعهم، خد رأيهم، بوس ايديهم، فرغ لهم جزء بسيط من وقتك، قول لهم ان انت بتحبهم. يمكن كلمة بسيطة منك تكون سبب في سعادتهم طول اليوم. ما تستناش بكرة، لان بكرة مش مضمون. الاب والام نعمة عظيمة، وجودهم في حياتنا فرصة ما تتعوضش، ومع تقدمهم في العمر بيحتاجوا مننا نفس الحنان اللي ادوهولنا واحنا صغيرين. صحيح ان هم ممكن يغلطوا، ممكن يختلفوا معانا، ممكن احيانا كتير يتصرفوا بطرق تضايقنا، ولكن ده ما بيقللش من فضلهم علينا ولا من حقهم علينا. الابن الحقيقي هو اللي يعرف يوازن ما بين احترام والديه وما بين التعبير عن رأيه بأدب، وتقدم الرحمة عن الغضب، والحوار عن الخصام، والعفو عن الانتقام. في النهاية الأيام بتمشي بسرعة، وهيجي يوم نفتكر كل لحظة قضيناها معاهم، سواء كانت كلمة طيبة أو موقف جميل أو حتى فرصة ضاعت. عشان كده خلي علاقتك بأهلك مليانة حب، لأن برهم مش مجرد واجب ديني، ولكن من أعظم الأمور الإنسانية، والوفاء من أجمل الاستثمارات اللي هتفضل ثمارها معاك في الدنيا وفي الآخرة. وإن أبوك أو أمك كانوا وحشين دي مش مشكلتك أنت، لازم تبرهم. ودمتم سالمين.